السلام عليكم. جبت لكم حلقة ثلاثاء من مسلسل هذيك حياتي، الموت ديال جمال والنهاية المأساوية ديالو. هدى هي اللي غادي تقتلو لأنها دفعت على زينب من بعد ما كان جمال باغي الاغتصاب ديال هدى كانت خايفة على راسها منه، بقات هربانة، ولكن غادي تكون جات بالصدفة زينب ولقات داك المشهد. جمال بقى كيضرب بقوة وبعنف في زينب، في داك الساعة ما عرفتش شنو غادي دير هدى، فاضطرت انها تقتل جمال وتنهيلو حياته. طبعا كانت خايفة بزاف وكتقول اكيد انني غادي ندخل للسجن، وكيفاش قتلت الانسان اللي كان بغيه. بقات كتبكي بحرقة، وكانت زينب كتقول ليها ما تبكيش وما تعذبيش راسك، لانك انتي انسانة طيبة وانتي دافعتي عليا باش نقدتي ليا الحياة ديالي. هنا غادي نشوفو باللي دنيا غادي تعيط عليها بنتها هدى، قالت ليها خصك تجي ماما دابا. من بعد ما جات دنيا شافت بنتها تورطت في واحد المشكل اللي هو كبير، قالت ليها واش شافك شي حد؟ قالت ليها ما شافني حتى شي واحد، ولكن الصديقه ديال هدى كانت تما كتراقبها من البعيد وشافتهم، خصوصا انها ملي جات دنيا وخرجوا الجثه ديال جمال وداروها في الطوموبيل بعد ما كانوا هربانين ماشيين يدفنوا جمال في الغابه، غادي يتصدموا بانهم غيديروا حادثه سير. زينب كانت سايقه وغادي دير واحد الحادثه، غادي يجيو البوليس، مهم غادي تكون حلقه شيقه. وفي الاخير ملي غادي يوصلوا للغابه جمال غادي يكونوا لوينو في واحد ليزار، ومن بعد غادي يلقاو تما واحد البحيره ديال الماء، وغادي يشوفوا تما كيفاش غادي يديروا باش غادي يدفعوا جمال ويرميوه تما في داك الماء ويخليوه يموت. هنا غادي نشوفوا كل شيء بقى طبعا غير مصدوم، لا زينب ولا هدى لانهم بجوج بهم فقدوا جمال. ما نطولش عليكم، نشوفوا التفاصيل كامله. البدايه هذه الحلقه غادي تكون مع زينب اللي كان كيضرب فيها جمال بقوه لانها قتلو انت ماشي راجل، وبقات كطيح منه. هو في داك اللحظه اصلا كان سكران ما عارفش راسو اش كيدير، حتى بقى كيضرب فيها بقوه. هنايا هدى غادي تاخذ واحد الحديده كبيره كانت تما محطوطه وضربت بها جمال للراس ديالو. جمال غادي يطيح تما، وبقات زينب كتقرب منه كتشوف واش مازال عايش ولا لا. وهنا غادي تتأكد زينب أن جمال ميت وأنه فارق الحياة. طبعا غادي تكون ماشي سهلة على هدى، لأن هدى كتبغي جمال ديال بصح باقي زينب غير مدوزة به الوقت وصافي، ما عندهاش الغرض فيه كزاوج بحال اللي هي بحال اللي دايره هدى. ما كاينش داك الحب اللي غادي يجمعهم وداكشي. فعلا جمال كان كيبغي زينب، ولكن هي ما كتبغيش، هي حيت ما بقى عندها حتى شي واحد وما كاين حتى واحد في حياتها، بقات هكذاك معمره وقتها به وصافي. هنايا غادي نشوفوا زينب مصدومه، قالت ليها راه مات. قالت لها كيفاش؟ انا مصدومه. تما غادي تبقى تغوت هدى بالجهد، هي سحب ليها غضربو غادي طيح هكذا وصافي وينوض، ما سحبلاش غادي وصلت لهاد الدرجه هذه. لكن الصدمه كانت قويه بزاف وماشي سهله عليهم بجوج بيهم، لانهم ورطوا راسهم. باقي هدى تقدر يطلقوا ليها ولا شي حاجه لانها اصلا كانت في مستشفى الامراض العقليه، اما زينب فهي غادي تحاسب على اي حاجه. المهم غادي نشوفوا في داك اللحظه دنيا كانت فرحانه جالسه في الدار، شويه صونت عليها بنتها، سحب ليها عيطت ليها غير باش تسول فيها وتطمن عليها. ولكن ملي قالت ليها ماما انا راه قتلت جمال، راه جمال مات. قالت ليها كيفاش قتلتيه؟ قالت ليها حتى من بعد نعاود لك. قالت ليها عافاك ساعدني ولا اتصل بالشرطه يجيو دابا. قالت ليها لا ما اتصلش بالشرطه، انت فينك دابا؟ قالت ليها انا في البيت الحجري. قالت ليها صافي استناني تما انا غادي نجي لعندك. هنايا غادي نشوفوا فعلا جمال صافي يعني ميت وكل شيء. المهم جالسين كيبكيو عليه. هنايا دنيا تصدمت وكتقول كيفاش هادشي طرا، كيفاش بنتي ولات قتاله. كانت خايفه على بنتها انها تمشي للسجن وتبقى حياتها كامله مسجونه. المهم ما بقات عارفه حتى حاجه شنو غادي دير. المهم بقات كتقول خصني نمشي دابا عند بنتي. من بعد ما غادي نشوفوا جمال تما طايح قدامهم وهما كيبكيو زينب وهدى. وطبعا هدى ندمات علاش دارت له هاد الحاله لانه كان فاقد الوعي ديالو وما كانش عارف راسو شنو كيدير، يعني تصرفاته كانت غريبة بزاف، والتصرفات اللي كان كيتصرف ما كانش في الوعي ديالو، لانه دا كانت عرفت ان جمال
كيبغيها واعترف ليها بالحب ديالو كيف ما شفنا في الحلقة السابقة. يعني بزاف ديال الحاجات عرفاتهم على جمال ما كانوش من قبل، يعني كان ممكن الامور تصلح بيناتهم وقال ليها كنغير عليك، يعني داكشي اللي كان كيقولوا، وهو سكران كان كيعترف ليها بالمشاعر ديالو. من بعده ما كانت كتقول ان الامور غادي تصلح وكلشي غادي يولي بخير، لكن الموت جمال اللي غادي تدمر هدى. الامل ديالها وحياتها كامله كانت عندها مبنيه على جمال، واخا تخلى عليها وداكشي، ولكن هي كتبغيه بزاف. شويه غادي نسمع المهم هدى سمعت الطق في الباب، خرجت كتجري تفتح، سحاب ليها الام ديالها وصلت، لكن هي كانت الصديقه ديالها جات عندها هاد البنت هذه اللي هي الابنه ديال بنت كينان. هنا بدات كتقول ليها واش انتي بخير، علاش كتبكي، شنو وقع لك؟ قالت ليها لا ما وقع لي والو، كنت كنهضر مع جمال وتناقشنا شويه انا وياه وصافي، دابا جمال داخل خصني ندخل لعندو. قالت ليها غير سمحي لي مازال غادي نهضروا انا وياه، وزعما جيتي في واحد الوقت ماشي مناسب. قالت لي هذاك البنت صافي واخا انا غادي نمشي في حالي حتى الغدا، وعاودي لي شنو كاين وشنو درتي معاه واش علاقتكم تصلحت ولا لا. قالت لها كنتمنى لكم كل خير. هنا تقول ليها شكرا لك بزاف على كل شيء، صافي غير سيري. قالت ليها دابا انتي خليني باش نهضر مع جمال ومن بعد ديك الساعه نعيط عليك. صافي هنا غادي تكون الصدمه، لان داك البنت واخا تجي تمشي في حالها غادي تركب في طوموبيلتها وغادي تبان لينا بحال هي غاده، ولكن ما غاديش تقدر تمشي لانها عرفت كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. التصرفات ديال هدى ما كانتش طبيعيه، وعرفت ان شي حاجه واقعه. بقات تما واقفه كتطلع عليهم من البعيد وكتشوف شنو واقع. من بعد ما هنايا غادي نشوفو كتبكي هدى وكتقول انا كيفاش غادي نقدر نبقى بلا جمال، كيفاش قتلتو، كيفاش درت هادشي. المهم الحاله اللي كانت فيها هدى كانت ماشي هي هذيك، وطبعا اي واحد الا تحط في بلاصه بحال اللي تحطت فيها هدى ماشي سهله. المهم غادي نشوفو الطاكسي وصل، كانت فيه دنيا هبطت كتجري وماشا كتدق في الباب على بنتها باش تفتح ليها ويشوفوا هذا المشكل كيفاش غادي يحلوه بيناتهم بلا ما يتصلوا بالشرطه بلا والو. هنا دنيا بدات كتعيط على بنتها وكتقول ليها بنتي هدى حلي لي الباب. ملي غادي تفتح ليها الباب غادي نشوفوها كتبكي. قالت ليها ماما انا كنحس براسي خايفه بزاف، كيفاش غادي ندير نعيش بلا جمال؟ قالت ليها بنتي دابا غير تهدني، دابا ما تفكر في حتى شي حاجه، فكر كيفاش غادي نفكوا راسنا من هذا المشكل اللي حنا فيه. هنايا بدات كتقول كيفاش غادي ندير كيفاش غادي ندير، اكيد انني غادي نبقى مورطه هنايا. المهم العقل ديالها كان مشتت بزاف، واخا كتحاول انها تقاد الامور وداكشي، ولكن الامور كانت خرجت على السيطره. يعني اصلا الضغط داكشي وداك الخوف وهادشي كامل اللي طرا يعني ماشي ساهل، ما كانوش متوقعينه. هدى اصلا انسانه طيبه ما تقدرش تقتل شي واحد، غير شافت جمال ضغط بزاف على زينب وكان غادي ينهي ليها حياتها فهي تدخلت، وللاسف ها هما خسروه للابد، ما غاديش يبقى كاع. ولكن هادشي هذا ما غاديش يكون مزيان طبعا بالنسبه الهدى، لان هدى مازال غادي تلعب بها هاد زينب كيف ما بغات وردات. في الحلقات الجايه غادي نشوفوا شي حاجات اللي ما غاديش توقعوهم من زينب غادي ديرهم، خصوصا انها غادي تلعب على داك الورقه ديال علاء. بما انها كتبغي علاء فهي غادي تشوف كيفاش دير. المهم ديك الساعه سنوصلوا للاحداث الاخرى ونكملوها. المهم قالت لهم دنيا الا عاودوا ليا شنو وقع، شنو وقع، كيفاش قتلتو جمال. هنا غادي يقولوا ليها الحقيقه كامله. قالت لها انا ملي دخلت من هنايا، يعني زينب هي اللي بدات كتعاود للدنيا، قالت لها انا دخلت لهاد الدار غير طليت من الشارجم وانا كنشوف جمال جالس كيقبل بنتك هدى وكيعنقها بقوه وهي هربانه منه، هو لاصق فيها وكيقول لها انتي غادي تكوني الزوجه ديالي دائما وغادي نبقى نجي عندك. ومهم قالت لها انا سمعت داك الكلام تاثرت بزاف وبقى فيا الحال، ما بغيتش ان الامور زعما تكون فحال هكذا. والمهم بدات كتقول لها انا ندمت زعما على هذا الشيء اصلا اللي درته، كان ليا ملي عرفت الحقيقه ديال جمال كمشيت في حالي. هنا غتقول لي انا بديت كنقول شي كلام لجمال اللي جرحته بزاف وهو ما قدرش يصبر، لدرجه انه غادي يبقى يضرب فيا بقوه، بقى كيضرب فيا حتى غادي نشوفوا ان هدى هي اللي جات في اخر لحظه ونقذت الحياه ديالي. قالت لها لو ما كانش بنتك كنت غادي نكون انا في البلاصه ديال جمال اليوم ميته.
من بعد غادي تمشي هدى المهم دنيا غتمشي عند هدى وغادي تعنقها وتقول ليها بنتي انتي بخير. قالت ليها صافي شوف هادشي هذا غادي نشوفو كيفاش نحلوه. قالت لهم غادي نديوه للغابة وغادي نرميوه تما في الغابة، هذا هو الحل اللي عندنا باش الامور دوز كامله مزيانه. بقاو كيشوفوا في بعضياتهم وما عرفوش كيفاش غادي يديروا لان هاد المهمه صعيبه بزاف، خصوصا غادي يمشيو في هاد الليل وغادي يخرجوا في الليل، يعني غادي تكون الامور معقده شويه. هنا كانت داك الصديقه ديال هدى بنت كينان جالسه كتراقبهم من البعيد وكتقول علاش جات الدنيا وشنو هزو. صافي عرفت ان جمال غادي يكونوا قتلوه وملوينه بديك ليزار وخارجين به. بدات كتقول صافي هادو مجرمين قتله، انا ما سحبليش هاد الناس هادو يقدروا زعما يقتلوا عباد الله. وكانت خايفه بزاف وهي غادي ترجع للور وتبقى مخبيه. بقات كتسمعهم كيهضروا على القتيله والدفين وداكشي، وقالت صافي هادو اكيد ما عيطوش للشرطه، اذا الامور دايرينها مخبيه يعني مولفين كيقتلوا عباد الله. صافي داك اللحظه هدى وزينب غادي يمشيو يطلعوا في الطوموبيل، وهدى هي اللي غادي تطلع اللور وزينب هي اللي غادي تسوق بيهم، لان زينب بقى شويه مثبته اما هدى ما قدرش تصبر نهائيا. المهم غادي تقول لهم دنيا غادي نمشيو للغابه وخصنا نتخلصوا من الجثه ديال جمال باش نتهناو. ما حد جمال مازال الجثه ديالو عنا فاحنا في خطر، الا شدونا الشرطه دابا فغادي نتعفنوا في السجون. صافي داك اللحظة غادي نشوفو صافي الحالة اللي وصلت ليها هدى كانت صعيبة بزاف لأنها كتبغي جمال لدرجة كبيرة ما قدراش تعيش بلا بيه، وكيفاش غادي تقدر تصبر، كيفاش غادي تقدر تنسى، يعني هي ما قدرتش تنسى حتى ملي كان كاين في الحياة ديالها موجود وكانت متعلقة به بزاف، فما بالك أنها لحد الآن يعني في هاد الوحلة اللي هي فيها فهي يعني متورطة بزاف. المهم كانوا ماشيين في الطوموبيل غادي يبان ليها جمال، بدات كتقول له جمال جمال انت مازال عايش. ماماها كتقول ليها بنتي راه جمال ميت راه ما كاينش، غير كيتخيل لك. قالت ليها راه الكرسي اللي حدا اللي هنا حدا زينب راه خاوي. المهم بقات زينب كتشوف فيهم وبقات مصدومه، سحب ليها جمال خرج سحب لها رجع ولا حي. وهنا غادي دير حادثه سير اللي غادي تكون حادثه سير مجهده. الطاكسي مسكين كان واقف نزل شي واحد وزينب دخلت فيه بالجهد من اللور. بقى داك الطاكسي غير مصدوم غادي ينزل من الطاكسي ديالو بدا كيقول ليها واش عرفتوا شنو درتو ليا. زينب قالت للدنيا قالت ليها واش نهرب يعني هربوا في الطوموبيل. قالت ليها لا زدتي هربتي يقدر يعيط للشرطه ويشدوا الطوموبيل ديالنا وداك الساعه غادي تكون كارثه كثر وكثر، غادي يقلبوا الطوموبيل وغادي يلقاو جمال. قالت لي عرفتي شنو غنديروا، هي اننا غادي نهبطوا عند السيد وغادي نهضروا معاه ونتفاهموا معاه ودوز الامور بخير باش نهربوا فحنا. المهم بدا كيغوت داك الراجل وكيشوف طوموبيلته مقصحه بزاف وغادي تهبط لعندو دنيا. قالت لهم انا غادي نهبط نتفاهم معاه نتوما غير بقاو هنايا. الوقت اللي غادي تهبط دنيا تهدر معاه هنايا غادي تكون زينب مخلوعه بزاف وطبعا خايفه تشد حتى هي لان هاد الجريمه دابا تورطوا فيها بثلاثه بهم. من بعد داك الراجل اللي في الطاكسي قال لهم خرجتوا عليا دابا شحال الطوموبيل غادي تبقى باش تصلح وتقاد، وانا كيفاش غادي ندير باش زعما نقدر كيفاش غادي نقدر نخدم وكيفاش غادي نجيب لقمه العيش ديالي. وهما داك اللحظه بداو غير كيشوفوا في بعضياتهم كيقولوا شنو غنديروا. قالت له دنيا عرفتي شنو بلا ما ندخلوا لا بوليس لا والو، الحاجه اللي غادي نديروها واللي غادي تكون مناسبه هي انك تاخذ زعما ماشي صلاح الطوموبيل تاعك وانا غنعطيك العنوان ديالي والثمن اللي جاك انا غادي نخلصه لك. هنا في هذه اللحظه قال ليها لا ميمكنش، تقدر تعطيني العنوان غلط تقدر بزاف ديال الحاجات يوقعوا. لهذا بدا كيقول ليها صافي حنايا ما غاديش نبقاو هكذا كنهضروا داكشي. صافي قال ليها اذا زعما غادي تخلص لي الفلوس هو هذاك ما كنتيش غتخلص لي الفلوس غنتصلوا بالشرطه ونهضروا معاهم. داك اللحظه بقاو هما كيشوفوا في بعضياتهم وطبعا هادشي هذا غادي يكون صادم بالنسبة لزينب وهدى ودنيا. يعني الا جاو الشرطة غادي يتورطوا في بزاف ديال الامور يقدروا يلقاو الجثة ديال جمال تما في الطوموبيل وغادي تكون داك الساعة كارثة. المهم هاد الراجل هذا ملي ما تفاهموش معاه دنيا ولا زينب هنا غادي يقول لهم صافي غنتصل بالبوليس. قال لهم نتوما واقيلا سكرانين باينه فيكم ماشي طبيعيين. بدات كتقول له دنيا لا لا حنا ما سكرانين ما والو، وقال لها صافي غادي يجيو البوليس
وهما غادي ينضيو هاد القضية. صافي داك اللحظة غادي نشوفو هو مازال كيعيط عليهم، الطوموبيلات البوليس دايزة، صافي فرح داك الراجل وغادي يوقف لداك البوليس غادي يشير ليهم، ومن بعد غادي يجيو يشوفوا شنو واقع. لقاو حادثة، داك الراجل هدر مع البوليس قال لهم انا جيت ننزل واحد الراجل، اصلا انا كنت واقف هنايا كنحسب الفلوس اللي عطاني داك الراجل، وجات هاد المراه هادي ودخلت فيا من اللور. والمهم قال لهم زعما ما بغات دير معايا حتى شي حاجه، انا طلبت منها الفلوس باش نصايب طوموبيلتي ولكن هي ما بغاتش. صافي داك اللحظه غادي نشوفوا ان داك الشرطي قال لهم شنو غادي ندير لكم دابا محضر. هنايا بدات كتقول له دنيا لا لا، لان دنيا كانت خايفه بزاف. الشرطي غادي يقلب شنو اللي كاين في الطوموبيل، ومهم غادي يطلع يشوف تما زينب، عفوا كانت هدى هي اللي ما نزلتش. لقاها بدا كيدير ليها الضوء في الوجه ديالها، شافها غير كتبكي. اصلا هي كانت شاربه مع داك يعني الزوج ديالها السابق جمال، كانت شربت حتى هي، كانوا شاربين بجوج بيهم. سمحوا لي طاح لي التليفون عليها تسمع يمكن الصوت مجات في الميكرو. المهم على كل حال الشرطة ما غاديش يردوا البال نهائيا لشي حاجة، لأن دنيا بدات كتبكي وقالت لهم أنا كنت غادة بالزربة باش ناخد بنتي للمستشفى، بنتي مريضة بزاف، شوفوا الحالة ديالها كيفنا هي. والحالة ديال هدى فعلا كانت كتبكي، والكحول اللي كان في عينيها كامل مجلخ ليها في الوجه ديالها، يعني حالتها كانت ماشي هي هذيك. من بعد ما بقات هكذاك كتقول ليها زعما راه بنتي خصني ناخدها للطبيب سمحوا لي، وعطات الفلوس هزاتهم من عند هدى لان كانوا عندها فلوس كتار في الصاك، وعطاتهم لداك الطاكسي وقال لهم صافي شكرا مادام عطات لي الفلوس صافي ما عندي غير هذا نفس شي حاجه باش يمشي يصاوب طوموبيلته. هنا غادي نشوفوا دنيا اللي جات للغابه هي وهدى وزينب باش يدفنوا الجثه ديال جمال. هنا خصهم ينهيولو الحياه ديالو في مره، يعني يدفنوه. لحد الان مازال يعني كانوا يخلوه هكذا في شي بلاصه بعدا ولا شي حاجه، ولكن غادي يعرفوا انه مات. يعني الشرطه او الطبيب الشرعي غادي يعرف الموت ديالو ما كانش موت عادي. المهم غادي نشوفوا باللي بقاو كيفكروا كيفاش غيديروا، فين غادي يديروا. هما كتبان لهم واحد البركه ديال الماء كبيره، ما عرفنا هذاك بحر ولا واد لان الظلام ما كيبانش بالضبط شنو كاين تما، المهم كيبان بحال شي واد. هاد الشيء هذا اللي غادي نشوفوا ان جمال غادي يحاولوا يخرجوه من الطوموبيل. هنايا هدى قالت لهم انا ما نقدرش نعاونكم ولا نشد الجثه ديال جمال ابدا. الام ديال جمال غادي نشوفوها كتصل بولدها كتعيط له، ما كاين خبر عليه، ما كيجاوبها ما والو، وكتقول فينا هو هذا شحال وانا كنعيط عليه هاد الايام كامله ما كيجاوبنيش. هنا التليفون ديالو غادي يصوني، وملي سمعوا الصوت ديال تليفون جمال تصدموا بقاو غير كيبكيو لان شي حد يعني غادي يعيط عليه، خصوصا انه عنده المطعم وبزاف ديال الاشياء. يعني اصلا ما حد الان هدى باقا مزوجه به، يعني هي تقدر تسير المطعم ديالو والامور ديالو لان كان عنده فلوس كثيره جمعه من عند كينان، وخصوصا ملي كان خدام مع الناس اللي حنا عارفين بهجات وداكشي، يعني كان مهالين فيه مزيان. هنا غادي نشوفوا بدات كتحاول زينب تحرك الجثه ديال جمال، وكانت كتعاونها حتى دنيا كيتقاتلوا بجوج بيهم وشافوه ثقيل ما كيقدروش يحركوه، وقالت ليها اش غادي نديروا دابا. بداو كيفكروا كيفاش غيديروا، المهم وصلوه لداك داك البركه ديال الماء، وصافي قرروا باش يرميوه، وغادي يرميوه تما باش حتى شي واحد كيف ما قلت لكم ما كيبانش مزيان في الفيديو، ولكن المهم كيبان داكشي الظلام. حتى يجبدوه الشرطه عاد يقدروا يبينوا لينا بالنهار المكان اللي كان فيه جمال. المهم في داك الليل والليالي هما غادي يشدوا داك الجثه ديالو ديال جمال وغادي يرميوها تما. وهنايا بقات مصدومه هدى لانها كتبغيه بزاف وغادي تعاني بزاف من بعد ما غادي يموت. وهنايا دنيا كتقول لهم عاونوني عاونوني، بدات كتعيط على بنتها كتقول ليها عافاك غير دفعي معنا ولو غير شويه، ما تخليناش هكذا جالسين كنتقاتلوا غير حنا بجوج بينا. وبقاو هكذاك في واحد الحاله ماشي هي هذيك. المهم جالسين كيدابزوا هكذاك مع بعضياتهم باش يدفعوه حتى غيتمكنوا انهم يرميوه في داك البلاصه. ملي رماوه صافي يعني صافي بحال اللي هو زعما غرق. هما هادشي اللي داروا هما.
وهنا يبداو كيقولوا كيفاش غادي نديروا دابا. المهم بقاو كاملين غير مصدومين، ولكن اللي غادي اثر فيهم بزاف هو ان الصوره ديال جمال دابا ساعه كتبان لزينب، دابا ساعه كتبان لهدى، يعني صافي غادي يوليو بحال مسطيين. كيجي يهضر معاهم هما كيبقاو يجاوبوه ويجريو، المهم في واحد الحاله صعيبه بزاف. هنايا غادي نشوفوا بلي دنيا قتلهم صافي ملي دفعناه وصافي رماوه في داك الماء، فرحوا وقالوا تهانينا من الجثه ديالو. دابا عاد غادي نمشيو بحالنا وحنايا هانيين. هنا زينب غيوقف عليها جمال، قال لها شفتي شنو درتي ليا؟ هذا هو الحب ديالي ليك، خليت زواجي وحياتي وكل شيء وجيت لعندك، وفي الاخير شفتي شنو درتي ليا؟ خليتيني نموت. هنا بدات كتقول له لا لا انا ما بغيتكش تموت، انا ما كانش الهدف ديالي انك تموت. بقات كتغوت بالجهد وصافي عاود ولات بحال شي مجنونه، ما بقاتش عارفه راسها اش كدير. حتى غادي نشوفوها بدات غادا حتى هي لديك البركه ديال الماء باش تطيح فيها، وبدات داخله في داك الماء وكتعيط ليها دنيا، كتقول لها فين غادا فين غادا، ودخلت فزقات الحوايج ديالها، يعني السروال النص ديالو كامل مفزق، وكانت داخله لداك البحيره بلا ما تحس. صافي بدات كتجر فيها دنيا وكتقول لها اجي 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 رجعي لعقلك، وبقات كترجعها وهي كانت في واحد الحاله منهاره. يعني هادشي هذا طرالهم ما بين عشيه وضحاها، كلشي تقلب كلشي تدمر. وهنا النهايه د الحلقه ديالنا. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. تلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله من مسلسل هذيك حياتي قبل عرضها على دوزم، وانتظروني بعد قليل غادي نحط لكم التتمه ديال الفيديو. نتمنى كذلك ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.